السلام عليكم، ورجعنا لكم بفيديو جديد لأحدث أفلام المخرج زاك سنايدر ونتفليكس فيلم ريبل مون بارت 1. It's a new age for the universe. وقصة الفيلم عن استبداد إمبراطورية في الفضاء لكوكب بيعيش فيه مجموعة من الناس المزارعين المسالمين. فواحدة من الناس دول بتقرر إن هي هتعمل انقلاب وإن هي هتجمع مجموعة من المحاربين عشان يقفوا ضد الإمبراطورية دي. قصة تبان إن هي سطحية وشفناها في أعمال كتيرة، أهمهم طبعا كان ستار وورز اللي زاك سنايدر مستلهم حاجات كتيرة جدا من ستار وورز في الفيلم دوت والعالم بتاعه. فهل قصة الفيلم والفيلم عموما كان يستحق المشاهدة ولا لا؟ بصراحة الفيلم دوت خيب توقعاتي جدا جدا، لان انا كنت منتظر كتير جدا من الفيلم دوت وكان عليه امل ان هو يكون من افضل افلام السنة، ولكن الفيلم طلع لنا بالشكل اللي احنا شفناه دوت بسبب قرار غبي اتخذته نتفليكس، وهو ان هما يعني الفيلم بدل ما هو هينزل 3 ساعات واكتر وهيكون كمان تصنيفه ار ريتد، نتفليكس قصرت من الفيلم، قالت له هنعرضه ساعتين وربع بس. زاك سنايدر قص كتير جدا من الفيلم، حوالي اكتر من ساعة كمان علشان ينزل الفيلم دوت ويخلي تصنيفه بي جي 13. طيب القرار دوت مش منطقي، على يعني في اسباب كتيره جدا تخلي القرار دوت ما ينفعش يطلع من نتفليكس بالذات. اول حاجه ان الفيلم دوت مش هينزل في السينما عشان انت تقول ان انا اقصر مدته واقلل التصنيف العمري بتاعه عشان نلم اكبر عدد من الجمهور، فالفيلم يجيب فلوس كتير. الفيلم مش هينزل في السينما. طيب وتاني حاجه برضو غبيه جدا ان منصه نتفليكس اصلا يعني كل الاعمال اللي عليها او معظمها هي يعني اعمال كلها فسق، فاللي هو ليه الفيلم مش ار ريتد مع ان المشاهد اللي كانت ار ريتد كانت كلها عنف ودم بس؟ فانا مش فاهم فين المنطق، لان كده كده فيلم هتنزله على منصه فكل الناس هتشوفه من البيت، فطبيعي لما يكون 3 ساعات او اكتر. وطبعا ده اللي جابنا لمشكله تانية، وهي ان ريبل مون كجزء اول هو عشان يمهد لك الشخصيات ويمهد لك العالم، ويعني علشان يعرفك على الشخصيات، وطول الفيلم كنا في رحله لتجميع ابطال الفيلم المحاربين اللي هيقفوا ضد يعني واللي هيكونوا الثوار يعني ضد الامبراطوريه. ولكن المشكله هنا ان الشخصيات انا ما كنتش عارف اتعلق بيها. انت ما اديتنيش ماضي للشخصيات، ما اديتش دوافع للشخصيات هم اللي بيعملوا كده. قلت حاجات ده عشان عاوز ينتقم لشرفه، ده عشان مش عارف ايه، ولكن مش متعلق بالموضوع. الموضوع كانه كده بيعدي بسرعه جدا، الموضوع ماشي بسلاسه بتخليني ان انا مش مهتم. وطبعا دوت بسبب المشاهد الكتيره اللي اتقصت من الفيلم اللي كان فيها ماضي الشخصيات. الفيلن اللي كان حلو جدا ولكن ما عشتش معاه وقت طويل على الشاشه، كنت محتاج ان انا اعرف عنه واشوف على الشاشه اكتر، كان شخصيته كويسه. والشخصيه الوحيده اللي يعتبر عرفنا عنها حاجات كتير هي الشخصيه الرئيسيه كورا، ولكن برضو تمثيل الممثله ما كانش اقوى حاجه انه يخليني اتعلق بشخصيه، ونفس الكلام على بقيه الممثلين، ادائهم ما كانش ممتاز قوي يعني. وبصراحه حسيت انهم كانوا بيسترخصوا في وهم بينقوا الممثلين. يعني زاك سنايدر بعد ما كان بيتعامل مع بين افليك وهنري كافيل بيتعامل مع الممثلين دول، مش بقلل منهم ولكن مش بقدر يعني ان هم يمسكوا فيلم بعالم خيالي كبير جدا زي الفيلم ده. وعلى الرغم ان بدايه الفيلم كانت حلوه وكانت مبشره بان احنا هنشوف عالم كويس وبناء كويس للشخصيات والاحداث، ولكن الفيلم رتمه يعني بيكون سريع جدا، ولكن في نفس الوقت انا حاسس ان انا مش مهتم، لان انت عمال تجمع لي في شخصيات مش عارف اتعلق بيهم ولا عارف ان انا يعني اتوصل معاهم ان الشخصيات دي هي ليه معموله هنا، مش عارف اتعلق بيهم خالص. ونفس الكلام ان تجميع الفريق كان سلس وسهل وما كنتش يعني حاسس بخطر على الشخصيات طوال احداث الفيلم. ومن اجابات الفيلم هي كانت المستوى البصري بتاع الفيلم والاخراج والتصوير والسي جي اي والسفن والكواكب والحاجات الفضائيه كلها كانت معموله بشكل كويس جدا، واللي هتخليك يعني تحس بمتعه بصريه في الفيلم. برضو مشاهد الاكشن كانت ممتعه وبتخليني اتشد ويعني اكون مهتم شويه بالاحداث اللي بتحصل. ولكن برضو الفيلم دوت فيه عالم كبير جدا، عالم ريبل مون، واللي بصراحه محببني اكتر في العالم دوت ان في شخص بس واحد هو اللي كتبه زاك سنايدر، لكن مش متاخد من كوميكس او من لعبه او روايه. ودوت اللي صعب جدا ان انت تكتب عالم كبير بتفاصيله بشخصياته بعوالمه بكواكبه باسامي الكائنات بكل الحاجات ديت. موضوع صعب جدا ويستحق التحيه من كل الناس اللي اشتغلوا على كتابه الفيلم دوت مع زاك سنايدر. ولكن غير كده بصراحه زاك سنايدر ما كانش عارف يعني يحط ايه ولا ايه في الفيلم بسبب المدة المفروض عليه، فطلع لنا المسخ دوت. فبصراحة منتظر جدا النسخة الطويلة ومستني برضو الجزء الثاني.
وبس كده تقييمي للفيلم ريبل مون هو 5/10. قول لي رايك في الفيلم في الكومنتات لو شفته. وبس كده، متنساش لايك وسبسكرايب، والسلام عليكم.